بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، ونحمد الله جل وعلا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا بركة لنا في أنفسنا وصلاحا لنا في ذرياتنا وقضاء لديوننا وثباتا لنا على ديننا وزيادة في إيماننا وزيادة قرب لنا إلى ربنا. وأسأل الله كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجعل بشرانا في لقائه جل وعلا أن يقال لنا ادخلوا الجنة بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الأحبة الكرام، سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر كما في حديثه وحديث أبي أمامة، قال: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هذا العدد الكبير من الرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء الأنبياء أيضا الذين ذكرهم الله في القرآن لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم كلهم. بعض هؤلاء الأنبياء نحن نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، فنقرأ في القرآن اسم الياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته، اليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه وشيئا من قصته. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا في موضعين أو 3 شيئا يسيرا من قصته. لوط عليه السلام ما ذكر في القرآن إلا قصة مختصرة له، ربما لا تتجاوز في بعض السور آية أو آيتين. لما ذكر الله جل وعلا صالحا وذكر هودا وذكر إسماعيل، ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم لكن لم يفصل لنا قصصهم كاملة. وبعض الأنبياء ذكر الله تعالى قصصهم مفصلة، بل نعرف حتى قصة مولده والظروف التي سبقت ميلاده. فلما تتكلم عن موسى عليه السلام مثلا تجد أن الله تعالى ذكر اسمه في القرآن أكثر من 183 مرة، وذكر قصته في القرآن في 25 موضعا، وذكر الله تعالى حتى قصة زواج موسى عليه السلام وكيف سار بأهله إلى غير ذلك من التفصيلات. تقرأ في القرآن قصة سليمان عليه السلام فتعرف قصته مع الهدهد، تعرف قصته مع الجن، تعرف قصته مع الطير، تعرف قصته مع النمل، تعرف قصته حتى مع أبيه داود، وتعرف قصته مع أحوال كثيرة من حياته. لماذا اختار الله تعالى بعض الأنبياء ففصلهم، واختار الله جل وعلا أيضا أنبياء آخرين فاختصر الله تعالى قصصهم؟ هذا لحكمة يريدها جل وعلا، لكن ربما أن بعض الأنبياء لهم ارتباط بأمتنا، كموسى عليه السلام مثلا. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان قوم موسى متكاثرين اليهود، والتوراة لا تزال موجودة وإن كانت محرفة، وبالتالي كان القرآن يخاطبهم مخاطبة مباشرة، ولذلك بين الله تعالى ذلك
ولئن سألتهم، مثلا جاء هذا في القرآن عن بني إسرائيل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إلى غير ذلك. هي تخاطب اليهود مباشرة. نحن اليوم سنتكلم عن شيء من قصة سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره لأصحابه، وخصه الله تعالى بخصائص لم يعطها لأحد من الأنبياء غيره. فسليمان عليه السلام كان يعرف لغة الطير، فهم لغة النمل، وهذا لم يذكر بأنه كان لغيره من الأنبياء. وذكر بعض المفسرين قصصا في ذلك، ذكروا أن سليمان عليه السلام أو غيره، هذا مما ذكر في بعض كتب التفسير، أنه كان يمشي مع بعض أصحابه فمروا براعي غنم، وإذا شاة من هذا الغنم تلتفت إلى شاة صغيرة متأخرة عن القطيع ثم تصيح لها بأعلى صوتها، فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا تقول هذه الشاة للشاة الصغيرة؟ قالوا: ماذا تقول؟ قال: هذه أمها، وهي تقول لها: الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. قالوا فجاءوا إلى الراعي وسألوه، قالوا له: هل كان لهذه الشاة شاة قبل هذه الشاة الصغيرة؟ فقال: نعم، هذه الشاة الكبيرة هي أم لهذه الشاة الصغيرة، وقد كان لها بنت قبلها، شاة صغيرة يعني قبلها، فأكلها الذئب في هذا الموضع العام الماضي. فقالوا: سبحان من علمك، يعني فهمت ماذا قالت هذه الشاة للأخرى. قالوا: ثم مشى مع أصحابه فمروا بامرأة راكبة على بعير، وإذا هذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي، وهي تضرب فيمشي ثم يمشي ثم يقف فيلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه ويمشي. فقال لهم: هل تدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول لها: انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني. يعني المرأة لما أركبت الرحل على البعير كان هناك إبرة، ربما كانت إبرة كبيرة مما يخاط به مثلا الخيام وغيرها، فربما كانت ملتصقة بأسفل هذا، متعلقة بأسفل الرحل، فالمرأة وضعتها على الرحل، فلما ركبت على الرحل ومع المشي تبدأ هذه الإبرة تطعن سلام البعير، فهو يقول لها: قفي وانزع الإبرة من أسفل الرحل تؤذيني، والمرأة ما تفهم. فأوقفوا المرأة وأناخوا البعير، ونزلت المرأة ونزعوا الرحل من فوق البعير، ثم نظروا وإذا في أسفل الرحل إبرة فعلا، وإذا هي تطعن البعير إذا مشى. فقالوا له: سبحان من علمك. فكان يفهم مثل هذه اللغة، ولذلك ذكر الله تعالى لنا في القرآن أنه كان يتكلم مع الهدهد، سمع كلام النملة ففهم ما قالت، كان يتكلم مع الجن، وإلا كيف يوجههم فإنهم كانوا من جنوده. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر تسخير الجن لسليمان عليه السلام، وربما كانت الجن في تسخيرها لها عدد من الأعمال غير ما ذكره الله تعالى في القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر شيئا مما كانت تصنع الجن لسليمان. فكان مما تصنع مثلا أنها تصنع له الجفان كالجواب والقدور الراسيات، كانت تصنع له قدورا من حديد يطبخ فيها الطعام، ومن عظم حجم هذه القدور أنها راسية على الأرض لا تنقل من مكان إلى مكان، وقدور الراسيات، فكان يوضع تحت هذه القدور ما يرفعها حتى يجعل تحتها الحطب ليشعل فيه النار ويطبخ فيها. والجفان كالجواب، الجواب جمع جابية، والجابية هي البركة، وكانوا يأتون إلى الآبار إلى البئر ويستخرجون منه الماء، ويجعلون بجانب البئر حوضا سواء كان كبيرا أو صغيرا، يجعلون حوضا بركة، وهذه البركة إذا استخرجوا الماء بالدلو سكبوا الماء في داخل البركة، حتى إذا جاءت الدواب تشرب، إذا جاء مثلا طفل صغير أراد من الماء لا يستطيع أن يستخرج بالدلو فهو يشرب أو يأخذ الماء من هذه البركة من هذه الجابية. إذا جاءت امرأة ربما لا تقوى أن
تستخرج بالدلو فهي تأخذ من هذه الجابية. فالجابية هي البركة. فكان القدور راسية في مكانها من عظم حجمها وثقله، لا يستطيعون أن ينقلوها من مكان إلى مكان. والمكان أو الصحن الذي يوضع فيه الطعام، هذه الجفنة التي يوضع فيها الطعام هي مثل الجابية، مثل البركة، مثل هذا الحوض الكبير من عظم حجمها. هذا لم يصنعه له الإنس، صنعته له الجن. سيأتي شيء من صناعة الجن له أيضا مما تعجبت منه بلقيس لما رأته. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر سليمان، وذكر أيضا شيئا مما كان عنده من أعاجيب من خدمة الجن له وتسخيرها له. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما ثم تقدم في أثناء صلاته شيئا يسيرا وتأخر، فلما انتهى من صلاته قال لأصحابه: لعلكم عجبتم من تقدمي وتأخري؟ فقال له: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان جاءني معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي، وذكر الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتقدمت ففتغته، يعني فدغته يعني خنقته، حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي، فكدت أن أمسكه، يعني حتى تنتهي الصلاة، ثم أربطه ببعض سواري المسجد فيلعب به صبيان أهل المدينة. قال: فذكرت دعوة أخي من؟ سليمان، لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى له الجن إلى كما سيأتي تفصيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الجن لما دعا سليمان ربه أن يؤتيه ملكا لا يؤتيه لأحد من بعده، أعطاه الله تعالى الجن مسخرة له يأمرها بما يشاء، إن شاء ربطها كما قال الله تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد مربطة، وإن شاء أطلقها. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لا أريد أن أخالف الآية، فإن الله تعالى جعل الجن مسخرة لسليمان فقط، فأنا لا أريد أن أخالف الآية في ذلك. فقوله هنا حتى شعرت ببرد لعابه على يدي قد يشكل على البعض ويقول: طيب الجن قال الله تعالى عنه: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ما هو الجن مخلوقه من نار، كيف يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد لعابه؟ فلو كان يخرج منه لعاب، يعني شيء سائل بارد، لأنه يقول ببرد لعابه، لو كان يخرج منه لعاب بارد لأطفأ النار التي هو مخلوق منها. فنقول إن أصل خلقة الجن من نار، هذا أصل الخلقة، لكنه الآن ليس نارا، كما أن أصل خلقة الإنسان من طين، خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، لكنه الآن ليس طينا. يعني أنت الآن لو نقطع أصبعك ما طلع طين، يطلع دم ولحم. ولو أخذناك الآن ووضعناك في طين وحبسناك فيه ربما مت، ولا نقول لا والله إنه رجع إلى أصله، فهو لما يدخل في الطين كأنما عانق شخصا آخر. نقول لا، أنت أصل خلقتك من طين، لكنك الآن لست طينا. كما أن أصل خلقة الزجاج من تراب، لكن هل هو الآن تراب؟ ولو أخذت الزجاج الآن وكسرته وطحنته لما عاد إلى التراب، لأنه بالصناعة تحول إلى شيء آخر. فكذلك الإنسان خلق الله تعالى، بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلقه من طين، لكن لما نفخ الله تعالى فيه من روحه تحول خلقا آخر وصار حيا بعدما كان جامدا، وجرى فيه ماء الحياة والدم، وصار ينطق ويسمع وغير ذلك. فأصل خلق الجن هي من النار، لكنه الآن ليس نارا، إنما تحول إلى خلقة أخرى. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن سليمان في أحاديث أخرى، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جلس مع عائشة رضي الله عنها، فرأى عندها يعني بنات تلعب بها، يعني مصنوعة من قطن وهي تلعب بها. ورأى أيضا من بينها حصانا مصنوعا من خشب، وهذا الحصان المصنوع من خشب له جناحان. فقال لها: كيف هذا حصان؟ قالت: نعم. قال: حصان له جناحان، يمازحها عليه الصلاة والسلام. فقالت: أما سمعت
أو أما علمت أن سليمان عليه السلام كان له حصن لها أجنحة؟ أنت ما تدري أن سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تعلميني عن سليمان. فضحك عليه الصلاة والسلام من كلام عائشة. فسليمان عليه السلام كان عنده أعاجيب، بعضها ذكرها الله تعالى في القرآن كما سيأتي في طاعة عفاريت الجن له، وبعضها لم يذكرها الله تعالى لنا. الجن الذين سخرهم الله تعالى لسليمان هي الجن التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغها عن طريق النذر، وهي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت منه. قيل إن بعض هؤلاء الجن حضروا سليمان وحضروا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر في بعض الإسرائيليات، وذكر أن أعمارهم كانت هي أطول من أعمار بني آدم، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن الله جل وعلا ذكر استماع الجن إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لم يقل ولوا إلى قومهم مرسلين، وذلك أن الجن ليس منهم رسل، البشر منهم رسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الناس مشتقة من الإنس. فالله تعالى اختار عيسى نبيا، اختار موسى نبيا، اختار هودا، اختار صالح، اختار محمدا عليهم أفضل الصلاة والسلام، اختارهم أنبياء. لكن الجن لم يختر الله تعالى منهم أنبياء، إنما اختار منهم نذرا دعاة، ولذلك قال الله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين، ما قال مرسلين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فهم منذرون لقومهم. وكما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات. دليل أن الجن مخاطبون بالدعوة كما أن الإنس مخاطبون بالدعوة. يقال للجن يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولذلك الجن يدخلون الجنة كما يدخلها الإنس. وقال الله تعالى عن الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. دليل بأن الجن يستمتعون كما تستمتع الإنس. والجن خلقوا قبل أن تخلق الإنس. يدل على ذلك أن الله تعالى قبل أن يخلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا دليل. طبعا هذا الكلام من ربنا جل وعلا للملائكة قبل أن يخلق آدم، ولذلك لما خلق الله تعالى آدم أمر الملائكة بالسجود له. إذن الجن كانوا عامرين للأرض قبل أن ينزل الله تعالى آدم عليه السلام ليعمرها، قبل أن يجعله خليفة في الأرض. لكن الجن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وأفسدوا، فأمر الله تعالى الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحر كما جاء عن ابن عباس وغيره، يعني إلى الأماكن الخاوية الخالية التي ليس فيها من المعاش والمتعة كما في الأماكن العامرة التي حول الأنهار والمزارع وما شابه ذلك. فطردت الجن، طردت من الأرض، ما صاروا هم الذين يعمرونها ويتحكمون فيها، ولا صارت لهم الخلافة في الأرض. فلما طردوا خلق الله تعالى آدم وأهبطه لأجل أن يعمر الأرض. فالجن خلقوا قبل الإنس. وجعل الله تعالى أعداد الجن أكثر من أعداد الإنس. عن كعب الأحبار أنه قال، وإن كان هذا أيضا لم يثبت في دليل من القرآن والسنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني يستأنس به في الكلام على كثرة الجن، على كثرة أعدادهم. ذكروا بأن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله سبحانه وتعالى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق، ثم قسم الله تعالى هذا الجزء إلى 10 أجزاء، الجزء الباقي،
فجعل منه جزءا الجن والإنس، و9 أجزاء سائر الخلق، يعني الأحجار والنبات والحيوان. ثم هذا الجزء الذي هو الجن والإنس قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل جزءا إنس و9 أجزاء جن. هذا من كثرة الجن. قال ثم قسم هذا الجزء الإنس إلى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزءا سائر البشر، إلى آخر ما قال. هذا يستأنس به، وإن كان ليس عليه دليل نص صريح من الكتاب والسنة الثابت، لكن يستأنس به على كثرة الجن. والجن منهم من أقبل واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما تكلم عن ليلة الجن، لما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من القرآن. كان للجن علاقة أكثر التصاقا بنبي الله تعالى سليمان عليه السلام، وكانت طاعتهم له طاعة تامة، وكان قد سخر له الجن، سواء الجن المؤمنين الذين يطيعونه ديانة واتباعا، أو الجن الكافرين أو الفاسقين الذين كانوا يحاولون أن يتفلتوا من طاعة سليمان بقدر استطاعتهم، لكنهم ما استطاعوا ذلك. لما سخر الله تعالى لسليمان الجن، كان هذا التسخير مكافأة لسليمان على شيء فعله. بين الله جل وعلا ذلك. سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلها تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف على 100 امرأة. وكانوا يتزوجون في أعداد النساء، شريعتهم غير شريعتنا، وكذلك كان عندهم التسري بالإماء. ونحن قد جعل الله تعالى كما قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ففي الإسلام لا يتزوج أكثر من 4. هم شريعتهم في طريقتها وأحكامها تختلف عن شريعتنا نحن. فذكر جاء في الحديث أنه لما لم يقل إن شاء الله لم تلد لم تحمل منهن امرأة إلا امرأة جاءت بنصف إنسان، يعني غير مكتمل الخلقة، قيل له النصف الأعلى فقط وليس له رجلان، وقيل غير ذلك. فجيء بهذا الولد كما قال سبحانه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ثم أناب يعني رجع. قيل جيء بهذا الغلام لما ولدته ووضع على كرسيه، فلما جاء تفاجأ به وإذا هو الغلام الذي ولد له، وقيل غير ذلك من أنواع التفسير. لكنه قال بعد ذلك لما استعرض الخيل أمامه كما بين الله جل وعلا ذلك، وجعل يراها ويعدها للجهاد في سبيل الله، مالت الشمس كما قال سبحانه حتى توارت بالحجاب، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. لما صلى المغرب ثم صلى العصر ثم رجع. قصة ذلك أيها الأفاضل أن سليمان عليه السلام كان صاحب جهاد وقتال في سبيل الله، فأمر أن تستعرض أمامه الخيل، يعني عرض عسكري، فجعل ينظر إلى هذه الخيل، فدخل وقت صلاة العصر ولم ينتبه، ثم غابت الشمس توارت بالحجاب، يعني غابت الشمس واحتجبت عنهم بالغيوم أو بالجبال، ثم انتبه قال إني أحببت حب الخير، يعني حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، فصلى ثم قال ردوها علي، ردوا الخيل نكمل العرض العسكري. وقيل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني أنه نحرها وتصدق بها في سبيل الله. وهذا القول وإن ذكره بعض المفسرين، لكن آخرين من المفسرين أنكروا ذلك وقالوا أولا ما في دليل يدل على أنه نحر الخيل. الأمر الثاني أن الذي وقع من سليمان وهو يعني الغفلة أو نسيان صلاة العصر ليس كفارته أنك تقتل الخيل، وهذه الخيل أصلا أنت تعدها للجهاد، لم تعدها لسباقات ترفع بها اسمك أو للتجارة بها ونحو ذلك أو الافتخار بها أمام الناس. ما هي المصلحة من قتلها؟ ثم غدا إذا أردت أن تجاهد وإذا أنت قد قتلت الخيل ونحرتها التي تجاهد بها، فأنت عالجت يعني ما وقع منك عالجته بخطأ. ولذلك الصحيح أنه طفق مسحا
أنها لما رآها قد خرج منها العرق أنه مسح عليها، لكنه لم ينحرها ولم يقتلها على الصحيح من أقوال المفسرين. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عندها سخر الله تعالى له الجن كما بين الله جل وعلا ذلك في آيات متعددة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وكذلك هنا بين الله جل وعلا أن الجن مسخرين له. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني منهم من يعملون بين يديه ومنهم من هي مربطة، يعني عملت أخطاء وعصت عليه فربطها في الأصفاد. الأصفاد هي القيود الثقيلة من الحديد، وصارت مربطة حتى يعفو عنها أو حتى يحتاج إليها. ولذلك حتى في قصة وفاته عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المعنى أن سليمان عليه السلام كان يأمر الجن أن تعمل بين يديه، وكان له هيبة، فإذا غاب عن الجن تقاعست عن العمل وتكاسلت، فإذا عاد إليها ورأته الجن عادت تعمل بكل ما أوتيت من قوة ونشاط. فجاء سليمان ونظر إليها واتكأ على منسأته، اتكأ على عصاه وهو ينظر إليها، فالجن تعمل وتنظر إلى سليمان. وكانت الجن تدعي بأنها تعلم الغيب ويخاف منها بعض الإنس لأجل ذلك، فأراد ربنا جل وعلا أن يثبت للجميع أن الجن ما تعلم الغيب وأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. فصار سليمان متكئا عليها، على هذه المنسأة، على عصاه، فقبضت الملائكة روحه عليه السلام ومات. فلما قضينا عليه الموت مات عليه السلام وهو متكئ على هذه المنسأة. ربما كان متكئا عليه وهو جالس، يعني ليس شرطا أن يكون قائما، وإن كان بعض المفسرين يقول إن قول الله فلما خر يقول الخرور لا يكون إلا من قيام، مثل ما قال خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. قالها ربنا لما ذكر السجود التلاوة، ولذلك استحب عدد من أهل العلم بأنه إذا أراد أن يسجد تلاوة وإن كان جالسا في غير الصلاة، يعني وإن كان جالسا استحبوا أن يقوم ويسجد، وقالوا إن الله تعالى يقول خروا سجدا، وأن الخرور يكون من الواقف، لكن لا يمنع أن يكون جالسا على كرسيه مثلا متكئا على عصاه ينظر إليها. ثم لما يعني ضعفت المنسأة العصا خر من على كرسيه، يعني خر من أعلى إلى الأسفل، لا يمنع أن يكون جالسا. فالمقصود أنه كان متكئا على العصا والجن تعمل بين يديه. فلما خر جعلت دابة الأرض التي تأكل الخشب، وهذه موجودة وربما يراها بعض الناس اليوم، ترى بعض الأخشاب تتآكل أحيانا من بعض الدواب التي عليها، فدخلت هذه الدواب في داخل منسأته، كما يقال اليوم عن بعض الدواب التي تأكل النخل. الآن أحيانا ترى لك نخلة لها جذع طويل ونخلة باسقة ما أجمل منها، وفجأة سبحان الله ما تدري إلا النخلة يعني خرت وانكسرت فجأة، وإذا دابة من داخلها تنخرها، يسمونها سوسة النخل، ولها علاج اليوم معروف عند المزارعين. فهي تأكلها من داخلها، وأن ترى النخلة ما أجمل من منظرها، لكن فجأة تنكسر، دليل أنها تأكلها من داخلها حتى تضعف عن حمل ما فوقها. فكذلك هذه الدابة جاءت وصارت تأكل العصا من الداخل، حتى إذا ضعفت العصا بعد وقت لا ندري كم يكون، لكن بعد وقت ضعفت العصا ولم يبقى إلا اللحاء الذي خارج العصا، فلما ضعفت وانكسرت قال الله فلما خر بسبب الثقل التي فوقها، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية. مما ذكره الله تعالى من خبر سليمان عليه السلام مع الجن ما ذكره الله تعالى في سورة النمل في قصة الجن مع بلقيس، وصنع الجن للصرح الذي تعجبت منه بلقيس،
والذي كان سببا في إيمانها، سببا في إيمان بلقيس، في طاعة الجن لسليمان. أيهما أقوى، الجن أم الإنس؟ في هذه الآيات التي سنقرأ شيئا منها تعالوا نقف على شيء من هذه العجائب. ذكر الله جل وعلا خبر داود وسليمان عليه السلام، فقال سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورث النبوة، لم يرث المال، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. كل نبي مهما ترك من المال فإنه يدخل مباشرة إلى الصدقات، ولا يرثه من يكون من الورثة الذين العادة يرثون من زوجة وأبناء ونحوه. فورث النبوة، وكما قال زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة يعني. وذلك أن آل يعقوب كانت النبوة تتتابع معهم وتتناسل، فزكريا كأنه يقول: يا ربي لا أريد النبوة تنقطع عندي، ما دام أنها تتابعت من أجدادي لا أريدها تنقطع عندي، فهب لي ولدا يرث النبوة مني، حتى لا أكون أنا يعني موضع انقطاع النبوة في سلسلة النسب من بني إسرائيل. فيقول هنا، يقول ربنا جل وعلا: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده، ما أنواعهم؟ من الجن، هو الذي مدار حديثنا اليوم، والإنس والطير، فهم يوزعون. يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة ازدحامهم. جعل سليمان عليه السلام يسوقهم بين يديه، حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل سمي بذلك لكثرة النمل فيه، والناس يسمون الأشياء بكثرة ما فيها، فيقول لك مثلا هذا وادي الغضا إذا كان شجر الغضا كثير فيه، يقول لك هذا وادي العقارب إذا كانت العقارب كثيرة، هذا وادي الثعابين إذا كانت الثعابين كثيرة فيه. فهذا الوادي إما لطبيعة التربة يصلح أن النمل يعني يبني فيها بيوته، أو غير ذلك من الأسباب، لكن المقصود أن النمل كان كثيرا فيه فسمي بوادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، لم يفهم كلام النملة من المجموعة كلها التي مع سليمان إلا هو. قالت نملة يا أيها النمل. هذه النملة عملت 4 أشياء: نادت وأمرت وعللت واعتذرت. يا أيها النمل نداء، ادخلوا مساكنكم أمر. ليش ندخل مساكننا؟ نحن ما ندخل المساكن إلا مع غياب الشمس. لماذا تأمريننا اليوم في وسط النهار أن ندخل المساكن؟ فعللت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وحتى ما تشعر النمل بأن سليمان ظالم ومعتدي، قالت النملة وهم لا يشعرون. وهذا من العدل الذي يربينا الله تعالى عليه. بل يا جماعة حتى في أسلوبك أنت إذا كنت تأمر غيرك، لو كان عندك مثلا ولدك فقلت يا ابني لا أريدك أن تمشي مع فلان، قال لك لماذا؟ لا تقل له أنا أبوك وأنا الذي أتحكم فيك، لا تسألني لماذا، نفذ وبس. خطأ، المفروض أنك تخبره لماذا. من حقه يا أخي أن يسأل لماذا. النملة وهي نملة تتكلم مع نمل تحترم عقولهم وتبين لهم السبب. احترم عقله يا أخي، قل يا بني إني مثلا أسمع منها ألفاظا سيئة، أو هذا الصبي يدخن فلا أريدك أن تخالطه، أو لا يصلي أو ما شابه. بين السبب الذي يدعوك. قلت لامرأتك مثلا لا تزوري أختك فلانة، قالت لك ليش؟ لا تقل أليس أنا زوجك لي حق الطاعة، خلاص انتهى الموضوع، لا تزوريها. لا، من حقها أن تسأل ليش، من حقها أن تبين لها السبب. ولذلك الله جل وعلا حتى في تحريم الأشياء يذكر السبب: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين سبب التحريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. عرفتم السبب؟ قال الله فهل أنتم منتهون؟
بينا لكم السبب، فهل أنتم منتهون؟ وغير ذلك من الأشياء. فالنملة تعلل، تقول يا جماعة يا أيها النمل لا تظني بأن سليمان ظالم، ترى سليمان ما يدري عنكن، لا تدعوا على سليمان ولا تظني أنه ظالم، وهم لا يشعرون. فلما رأى سليمان عجب كلامها وحسنه وحسن تعبيرها، ورأى حرصها على من معها وأنها ما نظرت إلى مصلحتها فقط، قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا قول سليمان عليه السلام أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذا شعور بنعمة الله المتجددة عليه. كلما رأيت نعمة من الله تعالى عليك ربما حرم منها غيرك فينبغي أنك تشكر الله تعالى عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الإنسان لما يستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني. إذا انتهى من طعام حمد الله، إذا لبس ثوبا حمد الله، إذا خرج من الخلاء حمد الله على أن أذهب عنه الأذى وعافاه. كلما رأيت نعمة، إذا دخلت إلى بيتك ورأيت أولادك يقبلون عليك، والله ما فيهم أحد مثلا في عقله مس من الجنون، ولا منهم أحد معاق، أو قل يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. غيرك يدخل إلى بيته فربما يرى هذا معاقا ويرى هذا مجنونا ويرى هذا مصاب بمرض. إذا ركبت سيارتك وشغلتها وسقت السيارة بنفسك ورأيت نفسك تتحكم بعينيك ويديك ورجليك، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. غيرك ربما يحمل حملا كما يحمل المتاع، يحمل إلى السيارة وتقاد به ولا يملك حتى أن يحرك الذباب عن أنفه لو استقر عليه. إذا دخلت إلى الخلاء ثم قضيت حاجتك بنفسك وخرجت، اعلم أن غيرك لا يستطيع أن يصنع صنيعك. غيرك يدخل الطعام إلى بطنه عبر الأنابيب ويخرج بالتحاميل والأدوية والضغط على بطنه، ولا يدري أنه خرج منه الغائط إلا إذا شم الرائحة ويلبس الحفاظ. أنت إذا قضيت حاجتك ورأيت أن الله قد عافاك في جسدك، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت ستر الله على بناتك وبناتك يرجعن من المدرسة وهن مستورات عفيفات، وغيرك ربما في بلدان تختطف ابنته أو تغيب ولا يدري أين هي، قل ربي أوزعني أن حفظ الله عرضك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا وضع الطعام بين يديك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. سليمان هنا يسمع كلام نملة ويحمد الله تعالى على أن فضله عليها، أن جعله بشرا وجعلها نملة، ولو شاء الله لجعله هو في موضعها وهي في موضعه. ويقول وأن أعمل صالحا ترضاه، يا ربي أنت أعطيتني مالا أعني أن أعمل صالحا ترضاه بهذا المال، أعطيتني منصبا أعني أن أعمل صالحا ترضاه بهذا المنصب، أعطيتني جنودا أعني أن أعمل صالحا ترضاه بهؤلاء الجنود. أنت كذلك إذا رب العالمين أعطاك عقلا ومالا، أعطاك جاها، أعطاك منصبا، أعطاك علاقات اجتماعية، احرص على ألا تكون هذه النعم سببا في غضب الله عليك. قل وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم بين أنه قد يكون له عذر وأنت تلوم، أو لا يأتيني بسلطان مبين. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد خرج من فلسطين، وقيل خرج من العراق على خلاف أين كان سليمان، فقيل إنه خرج من فلسطين ثم مضى يطير وتوجه جنوبا حتى قطع الأردن وقطع جزيرة العرب حتى وصل إلى اليمن، يعني قطع آلاف الكيلومترات. ثم نظر فوجد مملكة، وجد امرأة تملكهم لها ملك عظيم وعندها ما عند الملوك، لكنه رآهم إذا طلعت الشمس أو غربت
سجدوا لها فهم يعبدون الشمس. فثار الهدهد: كيف تشركون بالله؟ ورجع إلى سليمان. قال الله إن سليمان هدد: كيف يغيب الهدهد من غير استئذان مني؟ ولو فتح المجال كل واحد يغيب كما يشاء ما بقي أحد عنده من جنوده، فلا بد أنه يهدد تهديدا يخيف الباقين. قال الله تعالى هنا: أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد، يعني انتظر غير بعيد وقتا يسيرا. فقال الهدهد راجع إليه فقال: أحطت بما لم تحط به، أنا عندي خبر يا سليمان ليس عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك من سبأ بنبأ ليس إشاعة، وإنما جئتك بنبأ يقين، أنا متأكد منه. إيش النبأ والخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم. طيب هذا عادي، وأنت جاي تنقل لي هذا وعامل قضية عادي، امرأة ملكة على قومها، إيش المشكلة؟ وأوتيت من كل شيء، أيضا عادي، ما هي ملكة على قومها. هل تريدها ملكة لا يكون لها ملك تحتها؟ أكيد أنها أوتيت من الأرائك ومن الطعام ومن الذهب ومن الفضة ومن القصر، طبيعي. ولها عرش عظيم، أيضا طبيعي، ما هي ملكة لازم تجلس على عرش، تريدها تجلس على الأرض مع خدمها. إيش الغريب أيها الهدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني الحب، في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. الهدهد يا جماعة رأى في سفرته أعاجيب كثيرة، رأى أعاجيب في جزيرة العرب، رأى قوافل، رأى أنهار غريبة ربما في اليمن أو في جزيرة العرب، رأى ربما أعدادا من الناس، حيوانات غريبة. لم يشغل سليمان بذكر تفاصيل. الهدهد يعلم أنه يتكلم مع رجل مشغول ما عنده وقت يسمع تفاصيل، أعطني الزبدة. فهو لما جاء عند سليمان ما حدثه بعدد جنودها ولا بلون ثيابها ولا بلون العرش ولا بنوعية طعامهم، ما أشغله بهذا. أعطاه المعلومة: ترى في امرأة هناك عندها ملك كبير، لكن يا سليمان تراهم يعبدون الشمس، وسكت. وهذا يا جماعة منهج في من يتكلم مع شخص مشغول. أنت لو مثلا اتصلت بالمفتي بتسأله، لا تعطي قصة حياتك، أعطه السؤال وانتهينا. مثلا اتصلت مثلا سواء ببرامج الإفتاء في التلفاز، أنا أتعجب أحيانا من بعض الناس اللي يعطي تفصيلات ليس لها داع، مما يرفع ضغط المفتي. أحيانا تلقاه يتصل: السلام عليكم. عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ والله بخير. تفضل سؤالك. عساك طيب يا شيخ؟ والله بخير الله يسعدك. سؤالك الله يحفظك. والله نحبك في الله يا شيخ. بارك الله يا شيخ، نتابع دائما برامجك بارك الله فيك. سؤالك الله يحفظك. عساك بخير يا شيخ، والله عيالي حتى يحبونك في الله. الحين خلص دقيقة، كلها تعبيرات يشكر عليها لكن ليس هذا وقتها. بارك جزاك الله. سؤالك الله يحفظك. طيب سؤالي أنا يا شيخ عندي خالة واحدة بس. أيوة. والمفتي يقول هذا ايش بيسأل عن الإرث ولا إيش؟ وبعدين كنا بنطلع العمرة أنا والوالدة، وقالت خالتي أبغى أروح معكم أعتمر. يعني قصدك يا ولدي إنك محرم لها؟ أدري إني محرم يا شيخ، مو بهذا سؤالي. طيب عطنا سؤالك. بعدين قالت خالتي أبي أروح أعتمر معكم. وبعدين رحنا ومرينا الخال، تأخرت علينا شوي بس بعدين طلعت لنا يا شيخ في السيارة ومشت معنا. عطنا السؤال يا ولد. طيب يا شيخ هذا السؤال، انتظر شوي. وبعدين وصلنا للميقات وأحرمنا، وكانت معي واحدة من خواتي ما قدرت تحرم وقالت خلاص ماني معتمرة. طيب كمل. وبعدين وصلنا مشينا في الطريق ومسكنا التفتيش وبنشرت علينا السيارة، ويعطيه 7-8 دقائق قصة. وبعدين يكون السؤال والله لا له علاقة بأخته ولا بالإحرام ولا بالعمرة ولا بخالته. السؤال أننا وصلنا الحرم والإمام يصلي العشاء ونحن ما صلينا المغرب، ماذا نفعل؟ والله كذا، وش نسوي؟ حنا نصلي المغرب ولا نصلي العشاء ولا؟ بعدين يقول ليش زعلت يا شيخ؟ ليه زعلت؟ لأنك ترفع ضغطي، طبيعي أني بزعل. يا أخي عطني السؤال على طول، قل أنا دخلت الحرم وما في داعي أعرف كم عدد خواتك وش اسم خالتك ونوع سيارتكم والمخالفات اللي جاتك وكم مرة صورتك ساهر.
هل التفصيلات هذه لا تهمني؟ أعطني السؤال مباشرة. هنا الهدهد، يعني بعض الناس ودك يعني يقتدي بمثل هذا. الهدهد اختصر: أنا أتكلم مع سليمان. سليمان ما عنده وقت يسمع تفصيلات، يسمع قصة حياتي وإيش سبب ذهابي وكم عدد الناس اللي رأيتهم في الطريق وعدد الطيور اللي شفتها وهل عطشت واحتجت إلى ماء ولا لا. ما يحتاج سليمان هالتفصيلات. أنا أعطيه الزبدة: أنا وجدت امرأة تعبد الشمس، يا سليمان كيف تتفاهم مع هالمرأة وبس. سليمان عليه السلام لما سمع هذا الخبر ما اتخذ قرارا مباشرة، لا، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، نتأكد من كلامك. مع أن الهدهد يقول: إني رأيت، ما قال أنا سمعت عنها، والله أنا قرأت قصتها، لا، يقول رأيتها بعيوني. ومع ذلك يقول بنتأكد. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم أعطاه ورقة كتب فيها سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مختصر. دائما القوي ما يحتاج يكثر كلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه مسيلمة، اليوم تنبأ مسيلمة وقال إنه نبي، أرسل كتابا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله. يعني هو يرى أنه النبي خلاص. السلام عليك. ثم قال: أما بعد فإن الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. وأرسل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قوي، ما يحتاج يكثر كلام لمسيلمة. قال: اقلبوا الكتاب واكتبوا، حتى لا تستعملوا ورقة جديدة، ما يستاهل. اقلبوا الكتاب واكتبوا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. القوي ما يحتاج يكثر كلام، اللي واثق. هنا سليمان ما كثر كلام، كتب هالكلمتين وأعطاها الهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. انظر إيش يقررون، إيش اللي يحصل. ذهب الهدهد ودخل من بعض فتحات القصر وألقاه في حجرها. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. كيف عرفت أن كتاب كريم؟ لأنه مرتب. هكذا ينبغي يا جماعة عند التراسل مع الآخرين أن تكون مرتبا مؤدبا في نوعية الورقة، خطك الذي تكتب به. حتى يا أخي رسائل الجوال، يعني بعض الناس أحيانا، يعني أنا أحيانا أرسل طلابي مثلا في الجامعة، الشعبة مثلا يكون في طالب هو اللي مسؤول عن الشعبة، يعني عنده أرقام زملائه، وإذا أردت شيء يقول أرسل لزملائك كذا. فتجدني أرسل له مثلا أقول له: السلام عليكم، مرحبا يا ولدي، كيف حالك وكيف حال الوالدين؟ هل استلمتم المذكرات من قسم التصوير في الجامعة ولا لا؟ مع دعائي لك وسلامي للوالد. أنا متلطف، ما هي 70 حرف محسوبة عليك، استثمرها. المفترض يرد علي إيش يقول؟ وعليكم السلام، مرحبا يا شيخ، ولا مرحبا يا دكتور، نعم استلم مذكرات وجزاك الله خير على حرصك. تدري إيش يرسل؟ لا. خلصت الرسالة. لا، أنا الحين قاعد أكتب سلام وصبحك الله بالخير وسلمني على الوالد وشلونك يا ولدي وأتلطف معك. أنا وش أبغى بك عشان أتلطف معك؟ يعني وأنا المعلم وأنت الطالب وترسل لي لا؟ يا أخي بقي في رصيدك 68 حرف، استفد منها. أو تجدني مثلا أرسل إلى أحد زملائي أدعوه إلى عشاء مثلا، عندي مثلا وليمة أو كذا، فأقول مثلا: السلام عليكم أبو فلان، كيف الحال؟ بكرة بيتعشى عندي فلان وفلان، وبصراحة المجلس لا يحلو إلا بحضورك، ودنا تشرفنا وحضورك شرف لي. وأقعد أكتب الرسالة 5 دقائق، فلعلك تسرنا بحضورك في الأخير، وحط استفهام، يعني بتجي ولا ما أنت بجاي. المفروض إيش يكتب؟ يكتب: الله يكثر خيرك ويغنيك، والله أني ودي لكني مرتبط بسفر. لأن آخر الرسالة: فهل تشرفنا بحضورك؟ إيش يكتب؟ لا. خلصت. والله أنا أرحمهم، هذا ودي يأخذ دورك كذا عند الهدهد وسليمان. الملكة بلقيس تقول: هذا الكتاب غير عادي، هذا مرتب والخط جيد والورق جيد، إني ألقي إلي كتاب كريم
الرسالة معجبتها. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني مستسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا اللي هم المستشارين نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أولو قوة يعني عندنا جنود كثر، وأولو بأس شديد عندنا سلاح، مثل ما قال الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأولو بأس شديد، احنا جاهزين للمعركة ندافع عن بلدنا. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. القرار عندك يا بلقيس. قالت، شوف الفرق بين قرار الرجل وقرار المرأة. المرأة دائما تميل إلى حل الموضوع بهدوء والانسحاب، إذا رأت الجد هكذا طبيعتها، تنسحب بهدوء، ما أبغى مشاكل، فهي ما تريد مشاكل. قالت ما إيش لنا في الحرب والقتال. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا بشوف هل سليمان يدفعه إلى حربنا الرغبة في ملكنا، أم يدفعه إلى حربنا أنه يريد أن يكافح الشرك ويدعونا إلى التوحيد. أبختبر إن كان فرح بالهدايا واستبشر بها وظهر عليه النهم وهو يفتش هدايانا، عرفنا أن الرجل يريد دنيا، كل شهرين ثلاثة نرسل له كم صندوق ذهب ويسكت وإحنا نعبد الشمس. وإن كان الرجل مهتم بالهدايا هذا لازم نتفاهم معه بتفاهم آخر. فأرسلت الهدايا مع رجال استخبارات، ليس رجال عاديين، رجال قالت لهم إذا وصلتم إلى سليمان وأنزلتم الصناديق أريدكم تعرفوا لي مشاعره وهو يتعامل مع الهدية. هل فرح واستبشر وصار يفتح الصندوق ثم الصندوق الآخر وينظر، أو أنه ما اهتم عنده قضية أكبر منها؟ أريدكم تدرسون للرجل دراسة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، لما جاء الجنود والقوم من عندها يحملون الصناديق فيها من الذهب والفضة والملابس الحسنة وأنواع القماش وربما وأنواع الطعام التي يمكن أن تحفظ، لأنهم حتى يسيروا من اليمن إلى فلسطين يحتاجون كذا شهر. فلما جاء سليمان، لما جاءوا بالهدايا، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنت فرحان بهالهدايا؟ فرحان بكم صندوق ذهب جبتها؟ فرحان بكم صندوق من الحرير أتيت بها؟ ارجع إليهم، أرجع أنت وياه بهداياكم، لا تفتحون ولا صندوق ولا أدري إيش في الصناديق، أرجعوا على طول بالهدايا. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقولون إن سليمان قال فلنأتينهم بجنود يصل أولهم إلى اليمن وآخرهم ما خرج من فلسطين بعد من كثرتها، ولنخرجنهم منها أذلة، تكبرتم عن التوحيد نأتي نقاتلكم وهم صاغرون. لما وصل الخبر عندها مباشرة أرسلت لسليمان قالت أنا جاية إليك أن تقولوا ائتوني مسلمين، يعني مستسلمين، أنا جاية مستسلمة أتفاهم معك. فأراد سليمان عليه السلام أن يبين لها أن الملك الذي عندي هو من الله وليس مني، فأراد أن يأتي بعرشها عنده، ما دام هي طلعت من القصر نأتي بالعرش. وذكر في علة ذلك أنهم كانوا يعتقدون في ذلك الحين مملكة سبأ أن العرش إذا نقل انتقل الملك معه، يعني اللي يملك مملكة سبأ اللي على العرش، لو تنقل العرش إلى مكة صارت مكة هي اللي تحكم اليمن، كذا كانوا يعتقدون. أو لو قامت بلقيس وجاء واحد واستولى على عرشها وهو في اليمن صار هو الملك بدالها، كانوا يعظمون العرش تعظيما. فأراد بها العرش اللي هو سر قوتكم أجيبه عندي هنا. قال يا أيها الملأ،
يكلم الجن والإنس. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هنا جاءت خدمة الجن له. قال عفريت من الجن، عفريت يعني عظيم من عظماء الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قبل أن تقوم من مقامك، قيل كان سليمان يجلس بعد طلوع الشمس إلى غيابها يحكم بين الناس وغير ذلك، فيقول له هذا الجني قبل لا ينتهي الدوام، قبل ما تغيب الشمس، قبل ما تقوم أنت وتتركنا، العرش عندك. يعني يحتاج ساعات. فرأى سليمان أن الوقت طويل، مع أن أولئك يحتاجون كذا شهر حتى يصلوا. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو رجل عابد من جند سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل يرتد إليك طرفك قبل أن تحرك طرفك، طرف عينك، وقيل إنك الآن تنظر بطرفك بعينك إلى رجل بعيد، فقبل أن يصل ذلك الرجل البعيد اللي هو مدى عينك مدى بصرك، قبل أن يصل إليك يحتاج مثلا 10 دقائق مثلا يكون العرش عندك. لم يحددوها بالساعات والدقائق لأن لم يكن هذا موجودا عندهم، فحددوها بما هو عندهم. ولذلك حتى الصحابة لما تكلموا عن فرق ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في رمضان، كان يأذن الأول ويؤذن الثاني، قالوا كم بينهما؟ قالوا مقدار قراءة 50 آية، ما عندهم 5 دقائق و10 دقائق. يقول الله تعالى عنه هنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أراد سليمان هنا أن يمتحن عقل بلقيس وأن يتأكد من أمر ذكره الجن له. الجن خافوا أن يتزوج، وذا ذكرها في الإسرائيليات، يعني خافوا أن يتزوج سليمان بلقيس فيعظم ملكه، فقالوا يا سليمان إذا جاءت بلقيس انتبه لا تتزوجها. قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية، ودلالة ذلك أن ساقيها ساقا عنز، هكذا الدعو. هذه من الإسرائيليات عموما، يعني تذكر على سبيل الاستملاح يعني ولا تقر يعني إقرارا تاما. فأراد سليمان ينظر إلى الساقين يتأكد، فأمر الجن فصنعوا له صفائح من الزجاج، ثم أمر بأعمدة من الزجاج فصنعت، غرست الأعمدة في الأرض، وضعت صفائح الزجاج فوقها، أجري الماء من تحتها، ثم وضع العرش فوقها، فصار الذي يرى عرشها يظن بأن العرش يسبح فوق الماء. شوف عظم الملك، وهذا لم يصنعه له إلا الجن. قال الله قال نكروا لها عرشها، نكروا يعني غيروا. تعالوا مثلا إلى الجزء الأيمن مثلا فيه الماس أزرق ضعوه في الجزء الأيسر، هنا في حرير أحمر نزلوه تحت وجعلوا اللي تحت فوق، هكذا غيروا. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ نظرت إليه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، قال لها سليمان تفضلي ادخلي عند العرش. فلما رأته حسبته لجة، يعني ماء متراطما، وكشفت عن ساقيها وإذا هما ساقان عاديتان. قال إنه صرح ممرد من قوارير، ممرد يعني مصفى لدرجة أنك ما تستطيعين أن تري الزجاج من شدة صفائه. فلما رأت ذلك علمت أن هذا ليس من صنع بشر، وأنه لم يسخر له الجن إلا الله، وأنها لا تستطيع أن تحارب سليمان ولا أن تعارض التوحيد الذي يدعوها إليه. قالت ربي
إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا أيها الإخوة والأخوات خبر ما ذكره الله تعالى عن سليمان عليه السلام، تدارسناه في هذه الساعة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يكفينا وإياكم ويكفي بلادنا وجميع بلدان المسلمين، أن يكفيها الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأشكر الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك تنسيقهم وحرصهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.